الدين الإسلامي الحنيف لأحد الأشخاص ممن يطلق عليهم شيوخ. واحد راجل معدي سمى نفسه الشيخ، هو اسمه محمود المصري. هذا الراجل المعدي المفترض جدلا كما يسميه أتباعه أحد شيوخ السلفية الشيخ محمود المصري، يروج لأفكار هذا الفكر الرجعي الجامد المتصلب. كويس؟ أفكارهم مش أفكار الإسلام، أفكارهم هم رجعية جامدة متصلبة. عايزكم تتفرجوا على اللي هذا الرجل بيقوله ويفرغ علينا ما في جوفه، وبعدين نبقى نعلق. أخويا وحبيبي، عايزين نتوب إلى الله، وعايزين ناخد بإيدين الناس اللي لسه ما تابوش ونشفق عليهم. أبوس إيدك. عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف أو الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه، وتحاول بقدر الإمكان تشوف أي طريقة ولو جديدة مبتكرة إزاي إن أنت تكون سبب في توبة إنسان. هقول لك على قصة حلوة قوي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فراح كلمه: أنت ما نفسكش تسلم؟ قال: والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له: خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له: أسلم واشرب الخمر. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم: الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك. ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل. قال لك حيلة جميلة، يدعو إلى أنه تدعو للإسلام بالغش والتدليس. يا نهار اسود، تلبيس إبليس. ايه اللي الجدع ده بيقوله؟ طبعا سيبك من ادائه المسرحي التافه يعني، والحاله بتقول مش عارف بيعملوا ايه هنا، بيبقى عندهم لغه الديك الرومي. هو مسلم هو انت لما بتيجي تتكلم عن الاسلام والايمان كده يعني، انت حتى هتقفلني منك يا اخي. خلينا في الاساس. انت تدعو، بتقول للناس اللي انت بتظن ان هم تلامذتك وموردينك واتباعك: اذهبوا وغشوا الناس ودلسوا، ثم هددوا ورهبوا وخوفوا واقتلوا. فيقول لك: واصله وقلت له طب خلاص بقى انت لما هتسلم هنسيبك تشرب خمره. فيقول: طب انا خلاص. الراجل ينطق بالشهادتين، يقول له: شفت بقى انت كده دلوقتي بقيت مسلم، عارف لو شربت خمره الحق اللي بقى هنا انكش. ايه ده؟ والله ايه ده؟ شفت انت اسلمت؟ يبقى انت بقى لو شفت خمره احنا هنطبق عليك الحد وهنقتلك وهنطلع. ايه ده؟ جابوها منين دي؟ قال لك: شفتوا يا جماعه طريقه جميله. طريقه جميله ايه؟ حاجه يعني استغفر الله العظيم يا رب، الواحد مش عاوز يدعي على الناس دول. انا عايز اعرف يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان في فجر الدعوه وبعد ما نزل عليه جبريل وحيا بالرسالة من السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى، راح للناس غشهم خالص، راح للناس رهبهم خالص. ده حتى انت لما تيجي تشوف القرآن الكريم هتلاقي ايه؟ ايهما اسبق؟ السور المكية. طيب وماذا كانت تحمل السور المكية؟ ترغيبا. ماذا كانت تحمل السور المكية؟ الجنة، الفردوس، الوعد الأسمى. يا سلام، ايه اللطافه دي؟ ايه الذكاء ده؟ ايه الحكمه الالهيه دي؟ دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. رغب ولا ترهب. خلاص، دعينا الناس بالترغيب، بالمحبه، بالاقتراب، بالتقارب، بقى مسلمين. انتهى الموضوع. ثم نبدا نفهمهم احكام دينهم. ده حتى في هذا الموضوع اللي ذكره هذا الرجل اللي اسمه ايه المصري ده، واللي هو يعني مش المفترض انه حد الحقيقه يذكر اسمه، بل يذهب حتى ينسى. حتى في حكم الخمر، طبعا انتوا تتذكروا في الايات الكريمه في القران الكريم المنزل من عند رب العزه سبحانه وتعالى، حرمت الخمر ازاي او منعت الخمر ازاي؟ منعت في خطوات. فكانت ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. مع ان هم اسلموا ونطقوا الشهادتين امام الرسول عليه الصلاه والسلام وبايعوه يدا بيد،
خلاص. وبعد كده قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودي ليها قصة على فكرة ممكن نبقى نحكيها بعدين عشان وقت البرنامج فعلا بيجري يعني، فدي ليها قصة. ثم بعد كده نزلت آية أخرى تحث وتقول في هناك اجتناب، ذلك بأن بها زي الميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان. دي الحكمة الإلهية، وده ذكاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيدعو ويفهم الناس. لكن لما يجي هذا التافه ويدعوك إلى إنك تكذب وتغش وتدلس، ولما يتسمع هذا الكلام إن ترجم بأي لغة أو بلغات عدة ويتسمع في بلاد بره ويتسمع عند واحد يمكن يكون بيفكر انه على سبيل انه قرا عن الاسلام او تعامل مع مسلمين اجلاء محترمين، فيحصل ايه؟ يقول لك يا سلام والله هذا المسلم سلوكه جيد في كذا وكذا 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 وممتاز في كذا وكذا وكذا. وبالمناسبة دي كانت الطريقة الفاعلة اللي انتشر بيها الاسلام في الشرق الاقصى، ده عشان بس نبقى متفقين. يعني لم تذهب الجيوش الى هناك علشان ربنا سبحانه وتعالى يمنيها بفتح عظيم عن طريق الدخول العسكري، لا ده ربنا منهم بالفتح العظيم عن طريق ايه؟ عن طريق السلوك بتاع التجار والعلماء والمفكرين، فكانوا يذهبوا ويدعوا لربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بالكلمة الحلوة والموعظة الحسنة والسلوك الجيد، بل قل السلوك الممتاز. فيجي يسمع هذا التافه يقول لك ايه ده؟ ايه دين التدليس ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه دين الغش ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه دين الكذب ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب دي من عندنا احنا ديننا مش كده، له كذب وله غش وله تدليس. لكن عندما يخرج من جوف هذا التافه تبقى هي دي الصورة. هيتراجع الاخ اللي كان ناوي يفكر ولو 1 في المليون انه عاوز يعتنق ديانة الاسلام. خلاص تراجع. ده شايف واحد راجل دقنه لحد سرته ولابس طرحه على دماغه وعامل علامه الصلاه، ما تفهمش بقى جايبها طوبه سخنه ولا رسمنها له في اوضه المكياج دي ولا ايه وبتاع، وهو شكله بيحط مكياج وبودره على وشه وحالته حاله. مش دي القصه دلوقتي خالص. المهم يعني هيقول لك يا جماعه ما ده بيقولوا عليه الشيخ مش عارف ابو قردان المصري. ابو قردان صديق الفلاح. ففي النهايه يجي يسمع واحد زي ده خلاص تراجع. ده لو بيفكر 1 في ال1000 تراجع. تدعو لسبيل ربك بإيه؟ بالموعظة، بالكلمة الحسنة. مش تقول له اسلم يسلم، انت لو شربت خمر هموتك. بإيه؟ عقل، منطق، ناقش، جادل بالتي هي أحسن. ده الطريق والسبيل الوحيد للدعوة، ولم تنتشر الدعوة بحد السيف.